الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سمع الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر ما أورق عود وأثمر. الله أكبر ما ظهر نجم في السماء وأزهر. الله أكبر ما أكمل شهر رمضان وأدبر. الله أكبر ما صام صائم وأفطر. الله أكبر ما لاح صباح عبده وأسفر. الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر. الله أكبر ما هلل مسلم وسبح وكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الذي جعل العيد يوم جزاء وثواب يلبس فيه المؤمنين حلل الرضا وجميل الثواب. نحمده سبحانه ونسأله المزيد من فضله وأن يسلك بنا في سائر الأوقات سبيل الصواب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الذي شرفت به الجمع والأعياد والمواسم والأيام. محمد سيد السادات من مضر، خير البرية قاصيها ودانيها، بدر سرى فوق أطباق السماء له تدانى من رتب العلياء ساميها. والرسل تشهد بالفضل العظيم له دنيا وآخرة والله هاديها. يا صفوة الله يا أعلى الورى شرفا، يا خاتم الرسل يا مولى مواليها. صلى عليك إلهي كل آونة يا سيدي ما تلا الآيات تاليها. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته منتهى مرضاة الله تعالى ومرضاته. أما بعد عباد الله، قبل أيام أدركتموه فباركتم بلوغه، وبغروب شمس أمس شهدتم وداعه، وفي القلب كند، وفي العين دمعة لفراقه، ممزوجة بفرح التوفيق والقبول والرضا. فمبارك عليكم الفرحة وهنيئا لكم التمام. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيا لله كم من مقبول منه الآن، ويا لله كم معتق منا من النيران. كم من صائم إيمانا واحتسابا غفرت له الذنوب، وكم من قائم إيمانا واحتسابا فأحبه علام الغيوب. يا الله، ما أعظم هذا الصلاح وما أحلى هذا الانشراح. صمتم عباد الله وقمتم رمضان ففزتم بالقبول والجنان. فأبشروا بيوم يرضى فيه الرحمن، أبشروا بيوم يباهي الله بكم ملائكته الكرام. فاليوم توزع جوائز رمضان، فأحسنوا الظن بربكم، فهذا يوم الجزاء، وهذا يوم العطاء، وهذا يوم الوفاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يوم يقول الله لملائكته الكرام: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا أن توفيه أجره. فيقول: إني
أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فيا لها من بشارة عظيمة، يا لها من بشارة عظيمة إن كنا ممن قيل لنا انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأبشروا يا عباد الله، أبشروا يا من تنافستم فصمتم وقمتم. أبشروا بعطاء رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم رحمتك نرجو في هذه اللحظات، معترفين بالتقصير، طامعين في الفضل الجزيل، فوحناك رحناك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إن المؤمن الصادق لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الفردوس الأعلى، يجني من كل ثمرة خيرها، يعبد ربه في كل وقت وحين. تجده في الذكر مع الذاكرين، وفي الصلاة مع الساجدين، وفي الصيام مع الصائمين، وفي جميع أنواع البر من المسارعين السابقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وعظموا ربكم. فلا أحسن من أحسن إلا من كان لله في قلبه من التعظيم والحياء، ولا أساء من أساء وفرط من فرط إلا بسبب خلو قلبه من ذلك التعظيم. فلا تغفلوا عباد الله عن ذكر الله، فهو باب صلاح القلوب وسبيل مراقبة علام الغيوب. أدوا فرضكم وأقيموا الصلاة في أوقاتها، ولا تشغلنكم الدنيا عن أدائها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأدوا زكاة أموالكم، تفقدوا بها مسكينا ذا متربة أو يتيما ذا مقربة. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أو يتيما ذا مقربة. وكفوا ألسنتكم عن فحش الكلام وقول الزور، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تغفلوا عباد الله عن كتاب الله، فهو الصراط المستقيم وهو النور المبين. ومن ابتغى الهدى في غيره ضل، ومن اتخذه إماما فاز مع الفائزين. أيها المؤمنون، بروا آباءكم وارعوا حقوقهم أحياء وأمواتا، وأحسنوا تربية أبنائكم، فهم أمانة الله في أعناقكم. أحيطوهم بالنصر والتوجيه، واحفظوهم من مواطن الردى والتين. وصونوا أعراضكم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى جيرانكم. وعليكم بصدق الحديث وحفظ الأمانة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، ها أنتم بهذا الجمع السعيد أديتم سنة العيد ضيوفا في بيت مولاكم العزيز الحميد. فأظهروا نعمة الله عليكم واشكروه عليها، فإن ذلك يستوجب المزيد. واستقيموا كما أمرتم، وعظموا الله بالتسبيح والتهليل والتحميد. فطوبى لمن حمد الله وشكر، وطوبى لمن دعا إلى الخير وشمر، أو أسرف على نفسه فتاب وندم واستغفر. الله أكبر، الله أكبر،
أكبر. الله أكبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب تجدوه غفورا رحيما. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحانه له الكبرياء والجلال. الله أكبر ولا إله إلا الله الكبير المتعال. الله أكبر ولله الحمد. سيجد له من في السماوات يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر ولله الحمد. ولا إله إلا الله الموصوف بالكبرياء والعظمة والكلام. الله أكبر. الله أكبر تجليلا تكبير تجليل وإكبار. الحمد لله متصلا بالعشي والإبكار. سبحان الله ما تعاقب الليل والنهار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفار. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله منبع الأنوار والأسرار وقبلة قلوب العارفين المصطفين الأخيار. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد معاشر المؤمنين، إذا تأمل العبد المؤمن آيات المحبة في كتاب الله تعالى وجد أمرا عجيبا وشأنا عظيما. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه العلي الكبير العليم القدير خالق كل شيء وهاديه ورازق كل حي وكافيه بديع السماوات والأرض العظيم الجليل يتفضل على عبيده فيحبهم ويخبرهم في كتابه العزيز بأنه يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عباد الله، أيحب الله عباده ثم يعذبهم يوم القيامة؟ إن مقتضى صادق المحبة هو العفو عن الزلات وغفران السيئات ورفع الدرجات. فاتقوا الله عباد الله وتعرضوا لأسباب هذه المحبة الربانية، والتي من أعظم أسبابها الإكثار من نوافل الخير. فقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أعظم نوافل الطاعات في هذه الأيام المباركات صيام 6 من شوال التي جعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم تعدل صيام العام كله، فلا تضيعوها عباد الله. واعلموا أن من فاته شوال ولم يصمها لعذر أو لغير عذر جاز له ذلك الصيام في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو غيره، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح: من صام رمضان و6 أيام بعد الفطر كانت تمام السنة، والحسنة ب10 أمثالها. فقوله صلوات ربي وسلامه عليه بعد الفطر لفظ واسع يدخل فيه شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وغيره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
وتعرضوا لهذه النفحات الكريمة واستمعوا بقلوب مخبتة. استمعوا للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وهو يخبرنا عن صورة هذا العيد، وأنه احتفال مقام بين السماء والأرض يشترك فيه ملائكة السماء مع الموفقين المؤمنين الأتقياء. احتفال يقدم فيه الصائمون محصول عباداتهم، فيقدم لهم الكريم سبحانه جائزة التوفيق والرضا والرضوان. روى الطبراني بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا معاشر المسلمين إلى رب كريم، اغدوا معاشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد من الملائكة: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، وسمي ذلك اليوم في السماء بيوم الجائزة. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصل اللهم وسلم وبارك على من لولاه ما كان صيام ولا قيام ولا إكرام ولا جائزة، سيدنا محمد كامل الذات والصفات، وعلى آله وصحبه النجوم الهداة. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقابلا للقبول والرضا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل انصراف من أنعمت عليهم بالقبول، وأظهرت عليهم فضلك الكامل، وبلغتهم غاية المأمول. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا لنا إلا بلغته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم اليهود الغاصبين، اللهم دمر الأرض من تحت أقدامهم. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. Thank you.